رئيس الجزائر يصفع الإمارات على الهواء مباشرة، والمملكة العربية السعودية تعاقبها وترد على انسحابها من أوبك لأول مرة في بيان رسمي من منظمة أوبك بلس. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون امبارح كان متصدر الترند ولحد النهاردة، لأنه في وكالات أنباء كتيرة جدا في السعودية في العالم العربي نقلت تصريحه لما اجتمع مع الصحافة الوطنية الجزائرية. فالمذيع بيسأله بيقول له إيه تعليقك على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك؟ فرد رد بليغ جدا الحقيقة، قال انه لا حدث، ان ده مش حدث اصلا، دي حاجة لا تستحق التعليق، ولم ينطق اسم الامارات ولم يشر اليها باي اشارة في هذا الحوار. في اهانة شديدة جدا وصفعة قوية جدا من الرئيس الجزائري على وجه حكام الامارات اللي انسحبوا من اوبك، واللي بينهم وبين الجزائر تاريخ طويل من الخلافات والتآمر على الدولة الجزائرية. الامارات منهارة ماليا، الامارات خلاص مش عايزه السعوديه تاني، وده خبر مفرح جدا 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 جدا. الامارات مش عايزه يبقى لها كبيرها مش السعوديه خالص. هذا التصريح يؤكد أيضا رفض الجزائر لسياسة الإمارات التخريبية في العالم العربي واصطفافها مع المملكة العربية السعودية في خلافها مع أبو ظبي. هذا عدا أن حكام الإمارات حاولوا في عدة مناسبات إثارة الفتن داخل الجزائر وزعزعة استقرارها عبر دعم حركة انفصالية، وهو ما دفع الجزائر إلى رفع حدة لهجتها مع حكام أبو ظبي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما السبب الحقيقي لخروج الإمارات من منظمة أوبك؟ كما نعلم، أثرت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بشكل مباشر على قطاع السياحة في الإمارات، حيث نجحت إيران في توجيه ضربات في قلب أبو ظبي ودبي، وهذا ما جعل دولة الإمارات غير آمنة في نظر السياح الذين غادروها بأعداد كبيرة، وبالتالي تكبدت الإمارات خسائر كبيرة. وكما هو معروف، تفرض أوبك على أعضائها حصص إنتاج محددة من النفط، لكن مع ارتفاع الأسعار عالميا تسعى الإمارات لاستغلال هذه الفرصة وزيادة إنتاجها لتحقيق أرباح أكبر وتعويض خسائر قطاع السياحة. برأيكم، هل يعمق قرار الإمارات هذا الخلاف بينها وبين السعودية؟ في انتظار آرائكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومتابعتنا.